السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبدا راح نقول لكم اللي راهي تشوف لاشين الاول مره، يعني راهي تشوف قناه اول مره، ماذا بيا دير ابوني وتزيد تفعيل الجرس ليصلها كل جديد. اليوم في مطبخ زكريا رايحين نديرو بوراك بالدجاج. حنا كما راكم تشوفوا راني قطعت البصله رقيق، حبه بصل يعني متوسطه، قطعتها رقيق وراني نقلي فيها في شويه زيت. هنا راح نزيد البصل الاخضر. كما نعرفوا باللي البصل يعني الابيض ياخذ شويه وقت باش يتقلى، ماشي كما البصل الاخضر. هنا راح نقليهم مع بعض. اللي ما عندهاش البصل الاخضر تقدر تستغنى عليه. نقليهم مليح مع بعض. هنا البنات بعد ما يعني راهي تتقلى لي البصله الخضراء مع البصله العاديه، راح نزيد فصه ثوم قطعتها كما راكم تشوفوا رقيقه، يعني ماشي ما ربيتهاش. راح نقلبها، لازم نعسها باش البصله ما تتحرقليش. لهنا البنات راح نزيد مقدار واحد 5 حبات ولا 6 تاع شامبينيون، ماشي بزاف. نعرفوا باللي الشامبينيون والدجاج صحاب، يعني يتمشوا مليح مع بعض. هكذا راح نخلي الشامبينيون يطلق شويه. لهنا البنات راح نزيد الدجاج تاعي. واللي ما عندهاش الشامبينيون البنات يعني هكا، انا كان عندي فخي زدته. اللي ما عندهاش الفخي معليش قادره دير يعني 2 ملاعق كبار هذاك تاع لابواط، وتقط يعني تقطعهم مربعات صغيره كيما انا درتهم هكا يعني مربعات صغيره باش ما يبانوليش في البوراك تاعي. وهنا كما راكم تشوفوا ثاني الدجاج راني قطعته مربعات صغيره باش ما يغبنيش في البوراك. هكذا البنات نعاودها كل مره نقولها لكم، الدجاج ما لازمش يفوت له الطياب، الا فات له الطياب راح يقسح. انا راح نقلب فيه ونعاود دروك راح يعني نعطر ملح، سكن جبير، باسكو سكن جبير يعني الدجاج يحب سكن جبير. سكن جبير، كركم وفلفل اسود. هادو هما، هذا واش راح ندير. نقلب ونعاود نقلب ونعاود حتى يبيض لي الدجاج تاعي. اون فوا يبيض لي الدجاج تاعي خلاص نحيه هكذا، يعني هكا يبيض نحيه خلاص البنات. هكا راح نحيه، ما ننساش بلي راح يعاود يعني نعاود نقليه. هنا راه طاب معايا الدجاج، راه طاب عندي الدجاج، راح نحيه. نروحوا لا بيشاميل. البنات لا بيشاميل عبرت بهذا الكاس، درت هذا الكاس واحد، وراح نزيد ندير 2 ملاعق كبار نتاع فرينه، باسكو نسحق لا بيشاميل نسحقها يعني عقده، نسحقها ثقيله باش كي ندير في البوراك ما ينحليش، يعني ما تذوبليش في البوراك. ندير 2 ملاعق كبار. وهنايا ندير كلش بارد في بارد البنات. راح نزيد يعني شويه تاع فلفل اسود هكذا، شويه نتاع جوزة الطيب لانه المسكاد هكا. وراح نزيد ملعقه صغيره نتاع مارغرين وشويه تاع ملح برك صح. ونبدا نخلط. ها هي البنات، هنا ما بغيتش نزيد يعني هذا عفوا الملح ما بغيتش نكثر، باسكو درت الجبن شفتوا 3 قطع، درت 3 قطع تاع جبن يعطي طعم رائع مع هذا مع الدجاج. هنا هكا راح نخلط حتى تعقد لي. بنات نصيحه، البنات هنا نصيحه يعني هذا تاعكم لا بيشاميل لازم تبرد تماما يعني. عاده ونخلطوا لها الدجاج ومن بعد نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. انا نخليها تعقد ونخليها تبرد تماما، عاده ونخلط لها الدجاج، نزيد لها الدجاج ونتلاقاو ان شاء الله باش نقلوهم مع بعض. ها هو ليكم يعني البوراك تاعي، شوفوا كيفاش ولا البيشاميل فريمون يعني شدت روحها. دروك راح نبدا نقلي.
هنا راح نزيد شويه فخوماج غابي يعني جبن محكوك، ولكم الاختيار يعني قادرين ما ديروهش كاع باسكو رانا درنا ديجا الجبن مثلثات. ونبداو نعمرو في نخلطه مليح ونبداو نعمرو. صدقوني البنات هذه يعني التخليطه تجي شابه بزاف، مادابيا تجربوها. هنا البنات راح نبدا نعمر في البوراك تاعي يعني، وانتم تعطوه لا فورم اللي تحبوا. انا ما راحش يعني ما راحش نشكله حاجه كبيره، راح نديره دي سيغار هكذا. درت الورقه كامله هكذا وراح نغلق بهذه الطريقه. انا اللي يضيق الوقت ما راحش ندير. بدات انا راني باشرت يعني بعمليه القلي هكذا. نخليهم يعني ما نروحش نقلبهم ونعاود، خاصه للمبتدئات يعني ما نروحش نقلب ونعاود نقلب ونعاود. نخلي كي نحسهم هكا يعني تحمروا لي شويه في الجناب، نعرف بلي من تحت تحمروا راح نقلبهم. وهذا هو البوراك تاعنا تاع يعني تاع الدجاج. الاخت آية كانت طلبته مني، نوجه لك تحيه حبيبتي. نعاودو نتلاقاو ان شاء الله، ونوجه تحيه لكامل العضوات يعني تاع الجروب، ونوجه تحيه لكامل المشتركات. نقول لكم هذه قناتكم يعني تشرطوا فيها كما تحبوا. ربي يقدرني ان شاء الله ونكون عند حسن ظنكم. هذا هو البوراك تاعنا البنات تاع اليوم، راح نتلاقاو في صحن التقديم. ها هو البنات يعني البوراك تاعي بعد ما وجد، صدقوني يجي رائع، يجي رائع، يجي مقرمش يعني. نقليه على نار متوسطه ماشي ضعيفه باش ما يشربليش الزيت، وماشي قويه باش ينحرق لي وما يطيبليش يعني ما يجينيش مقرمش. واش نقول لكم اللي عجبتها لا فيديو تعمل لي ام بتي جيم يعني دير اعجاب. والسلام عليكم الى وصفه قادمه ان شاء الله، ولا تنسوني بالدعاء الصالح.